واش الخوت هانين هاري اندرسون كان راجل امريكي 40 عام عنده. كان في ولاية اوهايو في عين المومو ديال الجيران والعائلة. كان هاري انسان عادي بحال اي واحد، عنده خدمته وحياته اليومية ملاهي فيها. نهار 10 يناير 1982 كان نهار بحال كاع النهارات، حتى شي حد ما كان كيتوقع ان هذا النهار غادي يكون اخر نهار ليه في حياته، لا بالنسبه ليه، لا بالنسبه للناس، لا بالنسبه لعائلته، حتى شي حد ما عرف فين مشى، واش سرطاتو الارض مثلا ولا باقي في الحياه. هاري خرج من الدار ديالو عادي، ما عنده حتى مشكل، لا مع عائلته، لا مرته، لا ولادو، لا الجيران، لا الخدمه فين تيخدم. ما كاينش شي تقرير كيقول عنده مشاكل او ضغوطات. ملي تعطل بزاف على العائله ديالو بدات كتحس بالخوف. بداو كيقلبوا عليه، العائله ديالو بدات تطرح عده افكار، ما خلاو لما نتصلوا، ولكن النتيجه والو. العائله ديالو غادي يبلغوا الشرطه، داروا تحريات ديالهم، لقاو الطوموبيل ديال هاري مهجوره في واحد البلاصه 800 متر، يعني قريبه البلاصه فين كيسكن. هاد اللحظه هي اللي حيرات كلشي ودارت لغز تعقيد. مثلا السياره ديالو فاش لقاوها ما كانت لا مهرسه لا والو، يعني عادي، ولكن هاري تفقد بحال شي فيديو وسط الديب ويب. ما لقاو لا اثار ديال الدم، لا اثار ديال حوايجو، لا زغب الخوخ. الشرطه درت اللي في جهده في داك الوقت، مشاو عند صحابو خدمتو، سولوهم، يعني سولو الصغير والكبير، ما لقاو حتى السبب اللي غادي يخليه يهرب ولا يفكر يهرب. غادي يكون مختطف ربما او تقتل، شكون عرف. الشرطه استعملوا جميع الوسائل البحث عندهم باش يقلبوا عليه. المساحات الشاسعه والغابات في ذاك الوقت خلات البحث يصعب بزاف. مع هذا الوقت كامل الناس بداو يطرحوا اسئله بلا ادله. اشنو مثلا غادي يدير الهروب طوعي؟ كاين اللي كيقول خلى حياته كامله ورا ظهره، كاين اللي كيقول عاوتاني هرب وبغى يبدل حياته ويعيش حياه جديده. كل وشنو كيطرح. كاين اللي كيطرح انه تخطف او تقتل، كاين اللي شك ان هاري طاح في كمين ولا عصروه في لاصيد. الجثه ديالو ما لقاوهاش نهائيا باتاتا، ولحد هاد الساعه باقي ما عرفوش. لحد هاد الساعه يعني الجثه ديالو تفقدات وما لقاوش شي حل فين غيعرفوه هو مثلا ولا فين كاين. وهاد القصه هادي في شكال والله، يعني عرفتي شناهي باش تموت وما يعرفوكش فين مثلا ولا ما يلقاوش ليك حل. يعني ما قصه غامضه بزاف. وهذا ما كان اخوتي، وان شاء الله